عمك شريف طلب ايدك لابنه بدر، بس ده مشلول. حرام عليكي، وهو كان بإيده يعني. مش قصدي، بس أنا بحلم طول عمري أتجوز واحد زي بتوع الروايات، يشيلني ويرقص معايا، نعمل فرح ونجري ونتنطط، نسافر ونلف الدنيا. مش مشلول يفضل قاعد على كرسي. ما هو ممكن يعمل كل ده عادي، ايه اللي هيمنعه يعني؟ وبعدين عيب اللي انت بتقوليه ده، ما ممكن ربنا يبتليكي وبدل ما تكوني قاعدة على كرسي، لا، تبقي ملازمة السرير. يا سلام، لا، مش هيكون زي الراجل اللي دايما بحلم بيه ورسماه في خيالي. ده بدر ده تحسيه كده معقد ودايما ضارب بوز، ولا كأنه شايل هم الدنيا كلها فوق دماغه. أنا نفسي أتجوز راجل فرفوش كده، يفرحني ويضحكني، مش ألاقيه ضارب لي بوز ليل ونهار. فرفوش؟ اللي هو شهاب، مش كده؟ شهاب؟ شهاب مين؟ لا طبعا. أمال مين يا ست البنات؟ اوعي تكوني فاكراني مش عارفة المواعيد الغرامية اللي بتطلعيها مع شهاب من ورايا. أنا كنت ساكتة وكاتمة في قلبي، على أمل إني واثقة فيكي وإنك عارفة الصح من الغلط. أصل بصراحة يا ماما، أنا وشهاب بنحب بعض. وما جاش يخطبك ليه لما انتم بتحبوا بعض؟ عشان أصل بصراحة هو متجوز. نعم يا أختي، ماشية مع راجل متجوز، عاوزة تخربي بيته على آخر الزمن. بنتي يتقال عليها خرابة بيوت. ما هو يا ماما ما بيحبش مراته ومش طايقها ولا طايق العيشة معاها، وكمان قال لي إنه عاوز يطلقها. ما كلهم بيقولوا كده عشان يجروا رجل البنات العبيطة اللي زيك، إنما ساعة الجد مش هيسيب مراته ولا هيخرب بيته. لا، بس أنا واثقة إن شهاب فعلا بيحبني. بنتي اسمعيني عشان ما كسرش دماغك، فكري بعقلك وقولي، انت ترضي انك تتجوزي واحد بعد ما خطفتيه من مراته وعياله وخربتي بيته؟ بس أنا ما عملتش كده، هو اللي جه وقال لي إنه بيحبني وإنه هيطلق مراته أول ما تولد. وكمان حامل؟ حامل، وأنا بصراحة وعدته إني هربي عياله وهحبهم أكتر من عيالي. اسكتي اسكتي، ما تتكلميش، علتيلي الضغط منك لله. أنا هكلم عمك وابنه يجوا يشوفولي صرفة معاكي. كلمي اللي تكلميه، أنا بحب شهاب ومش هتجوز المشلول اللي انتي جايبهولي ده. ضربتها أمها بالقلم وقالت لها، انتي تخرسي خالص، وهو المشلول اللي مش عاجبك ده مش هيرضى يتجوزك بعد اللي انتي عملتيه. أنا بقى هربيكي من أول وجديد، واعملي حسابك مفيش تليفونات هتمسكيها ولا هتعتبي خطوة واحدة برا البيت ده. تاني يوم اتصلت أحلام بعم مي اللي كان اسمه شريف، وطلبت منه إنه يجي علشان موضوع مهم. وفعلا شريف ما تأخرش وجي على طول. بص يا حاج شريف، أنا مش هخبي عليك، انت أبوها قبل ما تكون عمها من صغرها، وانت متولي مسؤوليتها، وكمان بتصرف عليها وعلى باقي اخواتها من بعد ما المرحوم أبوها مات. ما تقوليش كده يا ست أحلام، ده واجب عليا، وبعدين كله من خير أبوها الله يرحمه، وده عشمي فيك يا أخويا. دلوقتي البت كبرت وأنا ما بقتش قادرة عليها ولا بتسمع لي كلمة. أنا بس كنت طالبة منك طلب، أأمريني يا ست أحلام. الأمر لله وحده. بص هقولك، البت مي لايف عليها واحد كده ومعشمها إنه هيتجوزها، وهو لا بتاع جواز ولا نيلة، يبقى يتقطم رقبتها قبل رقبته. عليك نور، هو ده اللي أنا عاوزاه. بس البت كبرت ومش هنضربها يعني عشان نقطم رقبتها، لازم يكون في حل تاني. صح، عندك حق، شوفي انت عاوزة ايه وانا اعمله. انا والله محرجة منك ومن الطلب اللي هطلبه ده، بس المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. تمام، كلام مظبوط،
هنجوزها يعني، بس مين؟ بص، أنا فكرت وما لقيتش عريس أحسن من بدر ابنك. بدر هو شيء يشرفني ويشرف أي حد، بس انت عارفة ظروف بدر، وإنه يعني والله يا حاج، الراجل مش بشكله ولا بجسمه، الراجل إنه يحمي بيته ويصون عرضه. وبصراحة بدر ما يتعيبش، أي واحدة في الدنيا تتمناه. طب وانتي قلت لها الكلام ده؟ القول قولك انت يا حاج، وهي ملهاش رأي عندنا. طيب سيبيني كده قيمة يومين 3 أشور فيهم على بدر ابني، وأشوف الموضوع، والخيرة فيما اختاره الله. عين العقل يا حاج شريف، وربنا يديم المعروف بينا. آمين يا رب. مي وقتها قدرت إنها تخرج من ورا والدتها علشان تقابل شهاب، وفعلا راحت وقابلته. اتصرف يا شهاب، أنا مش هفضل متعلقة كده. انت ولا منك هتطلق مراتك، ولا منك اتجوزتني. طب أعمل ايه؟ انت شايفة بعينك الظروف اللي أنا فيها. أنا قلتلك أكتر من مرة إن مراتي أنا مش طايقها ولا عاوزها، بس أنا صابر عليها عشان العيال. طيب والحل؟ أنا هفضل متعلقة معاك كده؟ ما الحل في إيدك. قلتلك نتجوز. نتجوز عرفي صح؟ أيوة، بس أنا قلتلك إني ماليش في العرفي. خلاص براحتك، اصبري بقى لحد مراتي ما تولد، ونبقى نشوف هطلقها ولا هعمل ايه. هو انت ممكن ما تطلقهاش كمان؟ يعني لو لقيتها هتقعد تربي العيال هسيبها، بس الكلام ده طول ما انت رافضة تتجوزيني. انما لو وافقتي على الجواز ده هيخليني اعجل بموضوع الطلاق. بس يعني ده حرام، الجواز العرفي حرام. مين قال كده؟ طب انا سألت شيخ اعرفه، قال لي ان زمان ايام الرسول ما كانش فيه الجواز بتاع دلوقتي، كانوا بيتجوزوا عرفي. ده عشان كان فيه اشهار والناس كلها كانت بتبقى عارفة. خلاص بسيطة، احنا نعمل اشهار ونعرف كل اصحابنا، ويا ستي هعملك حفلة في اي مكان عام، وهو ده هيكون اشهار. بس ماما مش هتوافق. بص يا ميوشي حبيبتي، احنا نتجوز وبعدين ماما تعرف بعدين لما نحطها قدام الأمر الواقع. شهاب، يعني اللي احنا هنعمله ده صح؟ طبعا ده صح الصح. حبيبتي أنا بحبك، ما بقيتش أقدر أستغنى عنك يوم واحد. وأنا كمان بحبك قوي. في بيت شريف. ها يا ابني، قلت ايه؟ مش عارف يا والدي. طب انتم أخدتم رأيها؟ بص يا ابني، أنا مش هضحك عليك، البت جايلها كام عريس كده، ومنهم واحد ضحك عليها ومش مديها فرصة تفكر ولا تشوف حد تاني. طيب والمطلوب مني بقى أنا أعمل إيه؟ أنت ابني يا بدر، وراجل مفيش زيك، والشلل اللي عندك ده عمره ما كان عائق قدامك. أنت اتعلمت وبقيت مهندس، وكبرت واشتغلت، عملت كله بنفسك من غير مساعدة حد، وعارف إنك من حقك تختار شريكة حياتك اللي تبني معاها مستقبلك وتكون راضية بظروفك. ماشي، كل الكلام ده كويس، بس المفروض برضو أنا أعمل إيه؟ هتجوز واحدة غصب وأنا عارف إنها ما بتحبنيش؟ بص يا بدر يا ابني، أنا مش عاوزك تزعل ولا تتضايق، الموضوع اختياري. يعني بنت عمك أمها ما بقتش قادرة عليها وطلبت مني أجوزها لك، أهو تلمها، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه فضايح. فضايح إزاي يعني؟ طيب وأنا ليه أربط حياتي بواحدة ما بتحبنيش؟ ومين قال إنها مش هتكون بتحبك؟ ما يمكن هي عامية عنك. وبعدين يا ابني اتجوزها 1 ولا 2 وشوفوا حياتكم مع بعض. مشيت يبقى نعمة وفضل من عند ربنا، ما مشيتش يبقى احنا عملنا اللي علينا وعملنا حساب لعظم التربة. طيب يا بابا، سيبني أفكر في الموضوع ده وأصلي استخارة. ابتسم شريف بعد ما حط إيده على كتف بدر وقال له: أنا عارف إني هعتمد عليك وإنك عمرك ما هتخيب ظني. خرج شريف من أوضة بدر
وبدر قرب بكرسي من المكتب وفتح درج من الإدراج وطلع منها ظرف فتحه، وكان مكتوب فيه: بدر، أنا أسفة، مش هقدر أكمل معاك. أنا عارفة إن ده هيكون صعب عليا قبل ما يكون صعب عليك. أنت بجد حد عظيم قوي وتستاهل حد أحسن مني. أنا هتجوز خلاص وهسافر ومش هرجع مصر تاني. أرجوك تسامحني وافتكرني دايما بالخير. حبيبتك سلمى. مسح بدر دموعه اللي نزلت غصب عنه وافتكر من 5 سنين لما كان خاطب حبيبته سلمى اللي كانت زميلته في الجامعة، وكانوا عايشين سوا أجمل قصة حب لغاية اليوم المشؤوم اللي حصلت له فيه الحادثة. وساعتها كل الدكاترة أجمعوا إنه مش هيقدر يقف على رجليه تاني. ناس كتير وقفت جنبه وسندته، وناس اتخلت عنه وسط احتياجه ليهم، وكان أول اللي تخلوا عنه هي سلمى اللي فسخت الخطوبة بعد الحادثة بأيام وقررت إنها تتجوز واحد تاني. في بيت أحلام كانت قاعدة على نار ومستنية مي اللي خرجت من وراها، وفجأة الجرس رن وفتحت بسرعة. هو مش أنا قلت مفيش خروج من البيت ده؟ أوف، كنت زهقانة نزلت علشان أشم هوا. حرام يعني؟ حرام. هو يعني البيت ما فيهوش هوا ولا نزلتي علشان تقابلي الزفت اللي اسمه شهاب؟ ماما لو سمحت سيبيني في حالي، أنا فيا اللي مكفيني. اعملي حسابك، شهاب ده لو كان آخر راجل في الدنيا عمري ما هوافق عليه. مي قالت لنفسها: أنا بقى مش هتجوز غير شهاب، وساعتها محدش هيقدر يعترض. ويانا ينتي يا ماما، انت سايباني كده بكلم نفسي ورايحة على فين؟ هنام يا ماما، هدخل أنام. أحلام اتنهدت بضيق وهي بتقول: ربنا يهديكي يا مي ويبعد عنك ولاد الحرام يا بنتي. وبكده خلصت حلقة النهاردة. يا ترى مي هتقع في الفخ اللي شهاب عامله وتتجوزوا عرفي، ولا ربنا هيستجيب لدعوات أمها؟ انتظروني في الحلقة الجاية. سلام.